السلام عليكم. اجي نصايبو التوست معمر بالتعميره ديال البيتزا بمكونات بسيطه وبطريقه سهله ودغيا كيوجد. غندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا خديت التوست. بالنسبه للتوست خديت انتغرال ديال الزرع. اللي بغى ياخذ الاخر ديال الفورس يعني كيبقى ليكم نتوما الاختيار. انا خديت هنايا الطون وبصله وفلفله اللي قطعتهم رقيقين بزاف، ما غادي نطيب حتى حاجه. شويه ديال الزعتر، وخديت هنايا الصلصه ديال الطماطم اللي غادي نزيد لها كلشي عندي غادي يطيب في الفران. غادي ناخذ الفرماج محكوك. انايا ما بقاليش بزاف، انا المهم قضيت غير داكشي اللي بقى ليا في الثلاجه. غادي ناخذ الطوست، غادي ناخذ بعدا ورق ديال الزبده اللي غادي ندهنو بالزبده. ندهنو بشويه الزبده، عاد غادي نحط عليه داك الطوست، غادي نستفو بالنسبه للكميه ديالو نتوما اللي بغيتو. انا غنستفو باش ملي كيطيب في الفران كيتحمر حتى من التحت. خديت هنايا داك الصلصه د مطاشه، غادي نزيد عليها هنايا شويه ديال الزعتر كيعطيها المذاق زوين، وغادي ندير لها من الفوق شويه ديال زيت العود، وغادي ندير لها شويه ديال المليحه ضروريه، ما كيجيناش داكشي مسوس. المهم الكميه كتبقى على حسب نتوما الكونتيتي اللي دايرين. غادي ندير الثومه غبره حتى هي. اللي ما عندوش صلصه د مطاشه وبغى يدير مطاشه ديال الحك يطلقها بشويه ديال الماء ويدير لها هاد المكونات هادي، ولا يسلق واحد جوج ديال المطاشات راهم دغيا كيتسلقوا ويطحنوا ويخدموهم بهذه الطريقه. بغيت ندير لوليداتي واحد الحاجه اللي ساهله للعشاء وما فيهاش المكونات بزاف وفي نفس الوقت تكون لذيذه وما كتاخذش الوقت، يعني ما غاديش توقفي عليها بزاف في الكوزينه. هنايا غادي ناخذ مطاشه، غادي نبدا نسرحها فوق داك الخبيزات بحال اللي كتشفتوا الخبيزات ديال الزرع، يعني داك الطوست راه ديال الزرع. يعني ناشف، خصني ضروري نعمرو بالصلصه مزيان باش ما كيجيش ناشف، باش كيجي لذيذ كيجي عامر. غادي ندير غير واحد شويه ديال الفرomاج بحال قلت لكم تسالى الفرomاج ما بقاليش بزاف. غادي ندير غير واحد شويه ديال الفرomاج من التحت باش يقبط ليا داك المكونات اللي غادي ندير من فوق منه. غادي نستفو على الطوست اللي عندي كامل. هانتوما بحال اللي كتشوفوا. غادي ناخذ الطون، انا كنخدم غير بيديا. غادي نوزعو حتى هو على داك الطوست كامل. بالنسبه اللي بغات دير الكفته ولا دير اللي بغيتو، انا بحال اللي قلت لكم غير باش ما نوقفش بزاف في الكوزينه، خديت داكشي اللي ساهل. اللي بغات دير كفته ولا دجاج تصوطي شي شويه في المقله ديرو، كيبقى اختياري. انا هنا غادي ندير الطون، غادي نستف عليهم كاملين، غادي نعمر يعني جنيبات ونعمر داك البلايصات اللي خاويين. هكذا غادي نبقى حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. هنايا غادي ناخذ داك البصله. بالنسبه للبصله كنديرها خضره، راها كتعطي المذاق زوين بزاف، غير هي كنقطعها رقيقه، ما كنقطعهاش غلاظه باش ما كتجيش كتغزز. غادي نديرها رقيقه بزاف كتعطي المذاق زوين وكطيب حتى هي في الفران، ما كتجيش مجهده. غادي نستفها عاوتاني من الفوق على داك الطوست. اللي بغى يشحرها وعادي يديرها يشحرها، ولكن جربوها فحال هكذا خضره راها كتجي زوينه بزاف، كتجي احسن من ملي كنشحروها. المهم انا غادي نستف هنايا داك البصيله ديالي على داك الطوست كامل، كنديرها هكذا في الجنيبات لان درتها غير صغيره ورقيقه. كنديرها هكذا في الجناب وفي الوسط باش كتجي معمره. هنايا كناخذ داك الفلفله. بالنسبه انا عندي هنايا الحمراء، نتوما ديروا الخضراء ولا الصفراء ولا اللي عندكم في الدار، واللي ما عندوش يقدر يستغنى عليها حتى هي، راه ما كتجيش هذا باينه بزاف ولكن كتعطي المذاق مزيون. انايا غادي نستف الفلفله بحال اللي كتشوفوا، غادي نديرها عليهم من الفوق على الطوست اللي عندي كامل. هنا انا قطعتها رقيقه بزاف. من بعد ما كملت انا غادي ندير الزيتون كحل باش كيجيهم بحال ديال باش كتجي بحال الشكل ديال البيتزا. غندير الزيتون وغادي ناخذ الزعتر، غادي ندير عليهم واحد شويه ديال الزعتر من الفوق. هانتوما بحال اللي كتشوفوا انا عندي تما حتى الحبق حتى هو غادي نديرو، ولكن كيعجبني حتى يخرجوا من الفران سخون هاد كندير عليهم الحبق، تيعطيهم واحد المذاق غزال. واللي ما عندوش يقدر ما يديروش، يعني يقدر يكتفي غير بالزعتر. هنايا من بعد ما كملت درت الزعتر غادي ناخذ زيت العود وغادي نديرها عليهم حتى هما حتى هي من الفوق. هنايا بالنسبه للزيت هذه كندير زيت العود ما بقاليش منها بزاف. كانت عندي من السما، كنت دايره فيها الثومه ودايره فيها الحار ودايره فيها هذا اللي بزار حبوب ودايره فيها ورقه سيدنا موسى، مهم من السما بالاعشاب وبازير. وهذا دابا نعاود نصايبها معكم بها، هي اللي درتها من الفوق. اللي ما عندوش يدير غير زيت بلديه كيجيوش ناشفين. هنا كملتهم بالتعمر، راهم ما كياخذوش الوقت بزاف، راهم دغيا تيتعمروا. وهنايا انا شاعله الفران على 200 درجه
باش خليه حتى يسخن مزيان باش ملي غادي ندخلهم دغيا هانتوما شفتوا دغيا غادي يخرجوا كيتحمروا من التحت وكيذوب عليهم داك الفرماج من الفوق. وغادي نخرجهم، هادو هما الشكل ديالهم فاش كيخرجوا. انا درتهم هنايا معكم في الطبسيل ديال التقديم. هانتوما شوفوا الشكل ديالهم، راهم كيجيو بحال الشكل ديال البيتزا وكيحماقوا عليهم الوليدات الصغار بالنسبه اللي بغى يديرهم لهم للمدرسه ولا اللي بغى يديرهم لهم هكذا بحال العشاء ولا يصلحوا حتى في رمضان ان شاء الله. يعني طريقه سهله. انا غادي ناخذ هنايا الحبق من بعد ما خرجتهم من الفران، عاد غادي ندير عليهم هكذا شويه ديال الحبق راه حتى يلصق حيت كيكون الفرماج باقي سخون، راه حتى يلصق. غادي نقربها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي، راه باقا سخونه. هانتوما شفتوا داك الفلفله والبصله ما كيجيوش باينين ولكن كيعطيو المذاق زوين بزاف. يعني واخا خضر وتا من اللور راها كتحمر راهم كيجيو مقرملين كيجيو لذاذ بزاف. داك الزبيده اللي كندهنوا بها ورق الزبده من التحت راه دغيا كيتقرملوا. قلت لكم دخلتهم على فران على 200 درجه، راهم دغيا بحال تدخلهم دغيا يطيبوا كنخرجوهم حيت هما غير كيتقرملوا من التحت يتحمروا. ايوا وسميتو كيدوب عليهم الفرماج. راها طريقه بسيطه، كنتمنى تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء الى فيديو واحد اخر ان شاء الله وشي جديده.